بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكرة. يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. أهلا بكل محبينا في مصر وفي الوطن العربي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا فيديو جديد، وهنتكلم عن مهاجم النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله المحتمل، وأقول لكم المهاجمين اللي النادي الأهلي بيبتدي اللي هو يتكلم معاهم عشان يتعاقد على واحد منهم. يلا لايكك الجميل واشتراكك، ويلا بينا نبدأ الحلقة واخبارنا عن مهاجم النادي الاهلي النهارده. عندنا اول مهاجم هو اللاعب حمزة النوري، لاعب المغربي. حمزة النوري لاعب المغربي بيلعب في نادي الفتح الرياضي المغربي. اللاعب ده ارقامه كويسة مع نادي المغرب الفتح الرياضي. اللاعب ده لعب 36 مباراة وسجل 15 هدف وصنع 5 أهداف. فهل هيتعاقد النادي الأهلي مع حمزة النوري؟ أحد المرشحين بقوة للانتقال للنادي الأهلي. افتكر الاسم ده كويس، حمزة النوري ده أول لعيب معانا النادي الأهلي حاطط عينه عليه اللي هو يتعاقد معاه. طبعا بالنسبه للعيب سوزا البرازيلي، النادي الاهلي طبعا من السنه اللي فاتت وهو عايز يتعاقد معاه، بس طبعا كلنا عارفين المشكله اللي حصلت، اللي هو كان برونو سافيو طبعا قبل ما يمشي من النادي الاهلي اللعيب اتصل بيه وقال له المرتبات بتتاخر في النادي الاهلي، فعشان كده اللعيب ما رضيش يجي السنه اللي فاتت. والنادي الاهلي طبعا مشى برونو سافيو بسبب الموقف دوت، عشان ده ما ينفعش الكلام ده يقولوا ينقلوا للاعب البرازيلي ان ما فيش دولارات في النادي الاهلي واللعيبه بتقبض بالجنيه. فطبعا النادي الاهلي مشى اللاعب برونو سافيو عشان اللي عمله واللي قالوا لسوزا. طبعا الفوضات رجعت تاني للاعب البرازيلي سوزا، لان مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي مصر على اللاعب دوت. فطبعا النادي الاهلي كان مخلص مع اللاعب ده بنسبه 100%، كان النادي هياخد 700,000 دولار، واللاعب اتفق مع النادي الاهلي على المرتب بتاعه، بس النادي قال لك سيبوه لنا شويه لغايه ما نجيب مهاجمين، وفعلا اتعاقدوا مع 2 كوريين ومفيش اي مشكله. طبعا الاهلي بيتبع تستفسر اللاعب ما جاش ليه عشان ابتدى يحضر الكشف الطبي. غلوا في الطلبات، بقى يماطلوا مع النادي الاهلي. تدخل اعلامي كبير طبعا بدون ذكر اسماء، اللي هم قال لهم لو انتوا عاوزين ازاي الرقم ده تطلبوا في اللعيب 3-4 مليون، والاهلي هيدفع كل اللي انتوا عايزينه في سوزا عشان ده مطلب جماهيري للمدرب. فبالتالي الصفقه بعدت شويه بس موجوده في الصوره. يعني هل سوزا هينتقل ولا الموضوع هيتقفل على كده؟ ده بالنسبه لقصه سوزا اللي وجع دماغنا البرازيل. بعد كده عندنا اللعيب دياماتا. اللعيب ده لعيب بلجيكي اصله كونغولي، بيلعب في نادي اسبانيول الاسباني. اللعيب ده ارقامه كويسه، بس النادي اسبانيول السنه دي وداه اعاره لنادي هولندي. هو لعب مع نادي انتقل هولندي حوالي 15 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 7 اهداف. لعيب كويس، لعيب دبابه، واللعيب مرشح جدا اللي هو ينتقل للنادي الاهلي، ومرحب جدا عشان عارف ان النادي الاهلي طبعا هيلعب كاس العالم للانديه وبيلعب في بطولات افريقيا، وهتكون محطه كبيره ليه لو هو عايز يرجع تاني اوروبا. فهو اللعيب مرحب جدا. فهل هينتقل اللعيب ده النادي الاهلي؟ ده تالت لعيب معانا الاهلي فتح معاه خط المفاوضات، وكل اللعيبه اللي انا بقولها لكم ديت مش هيخرج منهم مهاجم الاهلي. عندنا اللعيب الرابع اللي هو ادوفي كوبي. اللعيب ده نيجيري بيلعب في الدوري المجري. ادوفي كوبي اللعيب ده نيجيري بيلعب في الدوري المجري، لعيب عنده 27 سنه، لعيب كويس، هجام على الجون. فهل هيتعاقد النادي الاهلي مع احد الاربع لعيبه اللي انا ذكرت لكم كده؟ خلينا نشوف الايام الجايه هيكون فيها ايه. هل الاهلي هيتعاقد مع حمزة النوري المغربي؟ اللعيب ده المرشح بقوه جدا جدا، اللي هو على فكره هينضم للنادي الاهلي، واللعيب فتح خط مفاوضات مع النادي الفتح المغربي الرياضي، اللي هو خلاص قال لهم انا عاوز انتقل للنادي الاهلي. هل سوزا النسب القليله هترجعه تاني لمفاوضات النادي الاهلي؟ ده تاني لعيب معانا. والبلجيكي دياماتي وادوفي كوبي النيجيري. هنشوف الايام الجديده ان شاء الله باذن الله هتسفر عن ايه، وربنا نخلص بقى من وجع المهاجم ده عشان النادي الاهلي يستقر.